تخيل هذا مدرس فلسفة حياته كلها مبنية على المنطق والعقل، فجأة يخاف من قطة سوداء. غريب. هذه قصة الأستاذ صاحب المبادئ اللي تحول إلى دجال يمارس الشعوذة، ينصب على الناس بعبقرية. انتقل للسكن في غرفة فوق السطح بعد أن ضاقت به الأحوال المادية. هذه الغرفة سمع عنها قصص مخيفة لا يؤمن بها هو عادة، لكن فجأة تظهر أمامه قطة سوداء فيرتبك ويخاف. لماذا؟ القطة السوداء في الثقافة الشعبية دائما مرتبطة بالشؤم واللعنات، والمشهد هنا يقول أنه حتى الشخص المثقف اللي فاهم أنها خرافة قد ينهار أمامها في حالة من الضعف النفسي. فكرة أننا قد نخاف من شيء لمجرد أننا تربينا عليه، وهذا يفتح الباب لفكرة أعمق. الخرافات ربما غير مرتبطة بالبسطاء فقط، ولكن هي جزء من اللاوعي الجمعي الذي قد يظهر في لحظات التوتر. كانت لحظة مواجهة مع النفس، أول اختبار القناعات العقلية والقوة النفسية اللي عنده في مواجهة المعتقدات السائدة، لكنه نجح في الاحتماء بعقله وثبت نفسه مباشرة بالرجوع إلى التفسير العقلي. وطلعت من الشباك خرج من الباب، شيء عادي. والسؤال هنا إلى أي حد الإنسان يمكن أن يكون هشا أمام مخاوفه حتى لو كان فاهما ودارسا؟ أنا بعض الأحيان لا أنجح في مطابقة أفكاري مع مشاعري، يعني تظل بعض الأشياء يصعب التخلص منها. أوليس لديك أنت شعور لم تستطع التخلص منه رغم اقتناعك أنه خاطئ؟ إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. يحتمي بعقله إزاي يا أستاذ؟ يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته. وإزاي يتحكم في رغباته؟ بالحد من الاستهلاك. قبل أن يتحول إلى دجال كان لا يزال أستاذ فلسفة ملتزم بالمبادئ مخلص للعقل والمنطق. هذا مشهد أيقوني يتحدث عن الاستهلاك consumerism، وهو من ثيمات فايت كلاب أيضا. الإنسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة التفاصيل والنعم حياته هتفسد، لأنها هتتحول إلى قلق وصراعات وانحرافات هتفقد طعم الإحساس باللذات اللي بيجروا وراها. هنا يشرح كيف أن الناس يستهلكون ليس بدافع حاجة حقيقية ولكن من أجل الاندماج مع المجتمع. لاحظ العبارة المكتوبة على السبورة، التكيف الاجتماعي، يقصد أن الأفراد يلجؤون للاستهلاك لكي يشعروا أنهم جزء من الجماعة حتى لو لم تكن تلك المقتنيات ذات قيمة فعلية بالنسبة لهم، يعني مثل شراء آخر إصدار آيفون. لا صراحة آيفون هاتف رائع، ولكن المهم فهمتموني. والأمر لا يقتصر فقط على الأشياء المادية ولكن حتى على الأفكار والمعتقدات. كثير من الناس يتبنون آراء ومعتقدات ليس لأنهم مقتنعين بها ولكن لأنها تتماشى مع السائد في المجتمع، خشية أن يظهروا بمظهر غريب الأطوار. التكيف الاجتماعي هو عملية ملائمة إمكانيات الفرد لإطار البيئة الاجتماعية المحيطة به. لكن المفارقة الكبرى هنا أن الأستاذ نفسه وقع ضحية هذا التكيف الاجتماعي وذهب إلى أقصى حدوده، أصبح يمارس الشعوذة والمجتمع دفعه دفعا إلى لعب هذا الدور. باسم حلال الحلول فك خلخيل حظها. كيف ينجح الدجالون وكيف يحصلون دائما على أتباع ومريدين عبر التاريخ؟ الجواب هنا. خوف الناس من المستقبل بيسبب لهم قلق، والقلق بيخلق الاستعداد لتقبل الإيحاء، وفي ظل الإيحاء الناس بتصدق أي حاجة. ده ممكن يسمع بودانه ويشوف بعينيه حاجات ملهاش أي وجود. الدجال في الحقيقة لا يفعل شيئا، يجلس في بيته أو في مكان عمله وأنت أو أنت تأتينه على قدميك بمخاوفك أنت وخرافاتك أنت، يعني مستعدة للخوزقة من البيت. وفي حالة نفسية هشة وضعيفة لديك مشكل سبب لك الهم والحزن، إما عدم القدرة على الإنجاب أو زوجك هجرك أو ابنك فلذات كبدك واقع في مشكل، تشعرين أن كل الأبواب مقفولة في وجهك. يعني ذلك الدجال لا يحتاج حتى أن يكذب عليك، أنت جاهزة من البيت، فقط سيستمع لمشكلتك بتمعن ويقول لك فعلتها بك تلك الساقطة، وستقولين كنت أعرف أن هي تلك الساقطة بنت الساقطة هي التي خطفت زوجي أو ضحكت على ابني أو صافي سوف تكملين حل العقدة لوحدك، لأنه أصلا انحياز تأكيدي، أنت لديك الفكرة مسبقا وتحتاجين فقط لمن يؤكدها. وفي حالة الانفعال تلك يمكن أن يلعب عليك أي خدعة بصرية وسوف تصدقينها، يعني يفقس بيضة ويخرج منها الدم، أو يدهن زعفران على منديل ويظهر عليه اسم الساحرة التي عملت العمل والتي جعلك تذكرين اسمها سابقا دون شعور، وغيرها من الخدع الشائعة. لكن متى غير البيضة ومتى وضع المنديل المعد مسبقا من طرف المساعد أنت لا تدرين، لأنك غارقة في همك وخرافاتك وتبحثين عن توجيه أصابع الاتهام وعن حل فوري لمشكلتك، وتقول لك لا ما شاء الله كان يشغل القرآن طوال الوقت، لا يمكن أن يكذب على القرآن ولا يمكن أن يتعامل مع الجن في حضرة القرآن. لا يا حبيبتي، يمكن أن يكذب الناس في حضرة القرآن، ولا حاجة لوجود الجن أصلا في عمل ذلك الدجال، لأنك تأتينه جاهزة ولا يعطيك إلا الكلمات، يؤكد شكوكك ويطمئن مخاوفك ويعطيك قارورة ماء مقروء عليها تخاريف، يعني لو قرأت آية الكرسي على نفسك لكان خيرا لك، ويقول لك هذا عمل صعب مدفون تحت ما عرفت شنو، يحتاج إلى مبلغ أكبر، وعندما لا تنجح العملية يقول لك تلك الساقطة لا زالت تجدد لك العمل وتحتاجين للعودة إلي. فكيف تصدقين هذا الهراء؟ أنا لا أعلم.
بس لازم ابنك ومراته يقابلوني وهم طاهرين. ما هم طاهرين على طول يا مولانا. شيء جميل كان يفعله هذا الدجال هو أنه كان فعلا يجد حلولا لمشاكل الناس، حلول عقلية لكن يغلفها بالخرافة لكي تكون مقنعة لأولئك الناس، وهذه من أجمل المشاهد في الفيلم صراحة. أقسمت عليك يا أنثى أن تكوني جميلة. يعتمد على عين ثاقبة في التشخيص وتحليل المشكل، وسرعة بديهة في إيجاد الغلاف الخرافي الذي سيغلف به الحل. يعني مثل هاد الزوجين اللي كان بينهما برود، لم يخبر الزوجة أنها بشعة، ولم يخبر الزوج أنه لا يجيد الكلام، لكن قال لهم نعم هناك سحر ربط وسوف نفكه بالأكل والبيرة مجنون ودواء من الصيدلية وأدوات الزينة للزوجة، وأعطى بعض النصائح للزوج كيف يتكلم، بوم حل المشكل. وهذا يذكرني بذلك الشاب المغربي في برنامج قصة الناس الذي كان يحب قريبته وذهب عند عراف. ذلك العراف أعطاه نصائح كيف يعاملها، وأعطاه قنينة ماء ليستحم بها. قنينة الماء طبعا مجرد بلاسيبو. البلاسيبو لمن لا يعرفه هو الدواء الوهمي ويشتغل حقيقة في العلاج حتى في الميدان الطبي، وهذا تم توثيقه أعتقد في تجارب سريرية. يتم إعطاء حبوب سكر لا تحتوي على أي مادة طبية، وقوة الاعتقاد في تلك الحبوب تجعل المخ يفرز مواد تفيد خصوصا في تسكين الآلام وبعض المشاكل النفسية. لذلك تجد سبحان الله المتدينين الملتزمين بصحة جيدة ووجه مشرق ويزداد وزنهم تلك راحة اليقين والرضا عن النفس. اللهم ارزقنا وإياكم إيمان العجائز. يعني انت مصمم انك دجال؟ تصديق الدجالين هو شيء يحتاجه الناس في حاجة ليقين لحقيقة واحدة تكون ثابتة، ده اللي بيخليهم يؤمنوا بحجاب وتعويذة ودرويش أهبل يضحك عليهم. هذا الكلام كان لحظة صادقة من الأستاذ، مواجهة أخيرة مع النفس بعد رحلة طويلة من التناقضات، وبدأ حياته كمدرس فلسفة مؤمن بالعقل والمنطق، مقتنع أن التفكير السليم هو مفتاح فهم الحياة. لكن مع الوقت اكتشف أن خداع الناس أسهل بكثير من محاولة مواجهتهم بالحقيقة. البشر في كثير من الأحيان لا يريدون المعرفة بقدر ما يريدون الشعور بالأمان، يبحثون عن أي شيء يمنحهم تفسيرا لما يخيفهم حتى لو كان هذا التفسير مجرد خرافة. افهم من كده انك بتجهل المجتمع وتتهمه بالجهل؟ لا، الضعف ما بيفرقش بين جاهل ومتعلم. هذا الأستاذ فهم اللعبة. كلماته الأخيرة لم تكن مجرد اعتراف، ولكن كانت بمثابة وداع أخير للفلسفة والمنطق، وكأنه يقول الحقيقة ليست لها قيمة إذا كان الناس غير مستعدين لسماعها.